لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. اللهم امين يا رب العالمين. يا صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح كل حاجة حلوة. قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بشكر كل اخواتي اللي نوروني في بيتي المتواضع. القناة زادت شرف وبركة بيكم يا احلى اخوات في الدنيا بحالها. عايزة اقول لكم انا الفيديو ده سجلته 4 مرات ونزلته على اليوتيوب 4 مرات. كل شوية بيجيلي عليه حقوق وبيجيلي عليه مخالفة، ليه مش عارفة. على الرغم ما فيهوش حاجة، يعني قلت يمكن عشان مثلا في طيور وكده، مش عارفة. فهو بصوا دي اخر مرة بقت معايا فيها. هو لو نزل كان الله في العون، يعني كتر الف خيرهم، يعني اليوتيوب اللي هم نزلوه في المرة الخامسة. فاحنا شلنا حاجات كتير على قد ما نقدر، حتى عملنا لغوشة اهوت على الريش والحاجات اللي طلعت من الحمام. قصيت منه حاجات على قد ما اقدر. فربنا قدم اللي فيه الخير، بقت في المرة الخامسة دي. هو يعني الفيديو اما ينزل يا يوتيوب مش هيجيب لي المليون مشاهدة، مش هطلع ترند والله العظيم يعني، فسيبه للغلبانة. احنا بندفع فلوس باقة النت بالعافية، يعني الله المستعان. يعني الفاتورة بتاعت النت بندفعها بالعافية والله. يعني ممكن بنجيبها كمان قسط زي ما بيقولوا ولا شكو. فالحمد لله، يعني دي اخر مرة هنزلك فيها، دي المرة الخامسة. فبصوا ارفعوا الفيديو ده على قد ما تقدروا بقى، واكتبوا له تعليقات كتير وشجعوني بيه. انت بتعملي ايه يا بنتي يا خوخه فوق؟ ما انا كنت عامله نفسي فالحه بقت، والنور قال قاطع، قلت اما اعمل فيديو فوق. والجو جميل بقت، والجيران طلعوا اتفرجوا عليا وما شاء الله. كانت كان يوم عالمي على الحمامتين اللي هم ما طلعوش من البيضه دول. النور قطع عندنا يا بنات كل يوم، بقاله 3 ايام على هذا الوضع، ايد ويطفي ايد ويطفي، فمش عارفين في ايه. انا خايفه على التلاجة بتاعتي اكتر من عيالي والله، خايفه التلاجة يحصل لها حاجه. فقلت لا، ما بدهاش بقى، هاخد الحمام بتاعي واطلع فوق على السطح انضفه و انضفه، وخدت الميه المغليه بتاعتي فوق، وقلت اعمل روتين كده فوق النهارده نشجع بيه بعض. طبعا السطح بتاعنا احنا كنا مروقينه مع بعض قبل كده، فوقع مني كام ريشه كده مع شويه كام حبه رمل كده متنطورين حواليا. قلت لا، هنضف المكان اللي انا قاعده فيه عشان يفضل السطح نضيف، عشان طبعا انتوا عارفين الشتاء على الابواب خلاص، يعني ممكن تشتي في اي وقت، يعني في اي ثانيه تلاقيها بتشتي. يعني ممكن انا بصور دلوقتي وتقوم شاتيه فوقي. فلازم السطح بتاعنا يكون نظيف، ما يكونش عليه تراب ولا يكون عليه اي حاجه، عشان المواسير اللي بتنزل الميه. احنا عندنا السطح ده، الصرف بتاع السطح ده على الشارع في بيت ابويا، في بيت بابايا انا الميه على الحمام، يعني الصرف على جوه. امال الصبه ديت الصرف بتاعها معمول على الشارع. فلازم ننضفه بعد كده زي ما انتم شايفين كده. الرمل اهوت هبدا اشيله برضو واركنه كده في جنب، عشان اما شوفوا كنت هقع، لا حول ولا قوه الا بالله. عشان اما الدنيا تشتي الميه تنزل كده على طول، ما نطلعش كل شويه بالمساحات بتاعتنا. بس لابد برضو نطلع بالمساحه لو في شويه ميه واقفين في حته ولا كده.
وهوريكم برضو الزرع بتاعنا دلوقتي ما شاء الله السطح بتاعنا عليه خير يا بنات. يعني اللي عايزين، لو عايزين تشتروا من عندنا طماطم وفلفل وبتنجان تعالوا انا ايه وانا هبيع لكم. عندنا كام شجرة طماطم كده، يعني الشجرة فيها طماطمتين حلوين أوي فضل ونعمة من ربنا. وشجرة الفلفل أحمد ابني قطعها، وشجرة الجوافة أحمد ابني قطعها. ولو سته عرفت يعني الله المستعان يعني ممكن تقلبنا أنا وهو من البلكونة أو حاجة. هي بتموت في حاجة اسمها زرع، بتحب حاجة اسمها زرع قوي. فهي بصوا محدش يجي يم حاجتها، يعني هي تدينا ما بتحوش عننا حاجة. بس اللي يلعب في الحاجة بتاعتها ولا يبوظ حاجة من حاجتها تزعل بقى منه. لا احمد بجد ما قطعش حاجه، ده انا بهزر معاكم. احمد ما قطعش اي زرع ولا قطع اي حاجه. هو بيطلع بس احمد ابني يعمل ايه، يلعب في قلب المكعب بتاع الميه ده، يعكهولي ميه، يعكهولي رمل، ويرملي فيه شجر الريحان يقطعه الفل اللي بيبقى في الريحان ده يقطعهولي. يعني هنعمل ايه نلغي دي. طبعا هي زرعه روزماري وزرعه شجره الياسمين ونعناع وطماطم وفلفل فعلا زرعاهم بس لسه صغيرين. فهنا كده بقى شجرة الياسمين بتاعتنا طرحة اهي ما شاء الله. اتمنى يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لاختكم خوخة الشطورة لايك واشتراك للقناة عشان الفيديو ده نزل 5 مرات. اشوفكم في حفظ الله، مع الف سلامة.